شيخنا الفاضل والداعية الإسلامي الدكتور وجدي منيب، وجعل الله هذا في ميزان حسناته. إن شاء الله تعالى الآن نحاول نستقبل النقاش. أستاذ أحمد شرف الدين نائب رئيس الجالية السودانية قبل ما ينتهي حول هذا الموضوع. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. نحن في خواتيم شهر رمضان المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مفتحلا بذنوبنا موحدا لصوره. إخواننا في المركز اليمني للجاليات أقول لهم جزاكم الله خيرا. كانوا سباقين دائما في دعوة وجمع الجاليات العربية والإسلامية الموجودة في داخل الجمهورية اليمنية، وهذا مسعى مبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم جميعا لما فيه الخير. الشعار واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أمر رباني بأن نتوحد، بأن نعبد الواحد الأحد، بأن نكون صفا واحدا، بأن نكون بنيان مرصوص. إخواننا في اليمن عليهم أن يعضوا بالنواجذ على هذه الوحدة. وأسأل إخواني الحضور وهم في دعوة الصيام اليوم أن يدعوا للسودان بأن يكون التصويت لخيار الوحدة. آمين يا رب. بارك الله فيكم وتقبل الله مسعاكم وجزاكم الله خير. وإياكم. بارك الله فيك. شكرا للأستاذ أحمد شرف الدين نائب رئيس الجالية السودانية على هذا التفاعل، ونسأل الله عز وجل للأشقاء في السودان أن يحفظهم من كل مكروه، وأن يزيدهم عزة ومنعا، وأن يكونوا شوكة في حلوق أعداء الإخوة في السودان. كلمة مختصرة للمشاركة للجالية اليمنية في دول الخليج العربي. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية أشكر الله عز وجل على حفظه لوحدتنا ويمننا وأمننا، ومن ثم نشكر المركز اليمني للجاليات لما يقوم به من دور فعال وإيجابي في بث روح الانتماء للوطن. ونحن نعتصم بحبل الله ونحافظ على وحدتنا المباركة، ونؤكد لكم أننا سنقف سدا منيعا ضد أي مساس لوحدة الوطن أو أمنه. وأسأل الله كما وحدنا وجمع بين يمننا أن يحفظ وحدتنا، وأن يهلك كل من يريد أن يمس الوحدة بتفرق. والحمد لله رب العالمين. ولدكم لطفي الزبيري طالب في الجامعة الإسلامية. حياك الله. بارك الله فيك. وهذا دأبنا وأملنا في جالياتنا اليمنية المنتشرة في بقاع الأرض أن تقف صفا منيعا ضد أولئك الذين يغررون ولهم أهداف وأجندات خارجية وما يريدون إلى شمال هذا البلد، ولكننا نسأل المولى جل وعلا أن يحفظ وحدتنا وأن يباركها، وأن تكون وحدة للأمة الإسلامية يسودها الخير والنماء والعطاء. ومن له مشاركة فالأستاذ إحسان بركات فليتفضل نائب رئيس الجالية السورية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نهنئ الجميع والشعب اليمني بهذا الشهر الكريم، ونشكر المركز اليمني للجاليات على هذه الأمسية التي عودتنا دائما على جمع الجاليات العربية بشكل عام، وهذا جزء من الشعار اللي اتخذوا هذه الأمسية واعتصموا. ونشكر الأخ عارف دائما على مبادرته في هذه المناسبات، وشكرا وكل عام وانتم بخير. صح والسلامة. شكرا أستاذ أحسن بركات على هذه المداخلة الطيبة. الكلمة مختصرة للجالية المصرية. تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله وسلم عليه يا رب تسليما كثيرا. وبعد، الشكر الجزيل للمركز اليمني للجاليات على هذا التنظيم الرائع الجميل، وعلى هذه الأمسية الرائعة
والله عز وجل يقول في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. الأخوة الحضور، إن الوحدة اليمنية محمية بإرادة الله عز وجل. الله أكبر، ما شاء الله. الوحدة اليمنية باركها كل العرب. نسأل الله عز وجل أن يمن على هذا البلد وجميع وسائر بلاد المسلمين بالأمن والرخاء والاستقرار، إنه على ما يشاء قدير. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم شكرا السلام. جزيلا جزاك الله خير. للإخوة والأشقاء في جمهورية العربية والجالية المصرية. وحقيقة إذا ذكرنا مصر فنذكر الكثير من الخيرات، ويكفي كما قال شاعر عربي: أنا من مصر الأبية دار مجد وحمية، أنا من ماء لا يسقي كل أرض عربية. فكلمة والجالية اليمنية حقنا في جاليتنا اليمنية في دول الخليج. تفضل أستاذ عبد الكريم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله أن يحسن في هذا الوقت وفي هذه الساعة المباركة وهذه الوجوه النيرة من معظم الجاليات العربية والإسلامية المقيمة في الجمهورية اليمنية، ونشكر على رأسهم السيد عارف والأستاذ عادل وعضو مجلس النواب وعضو نائب دبلوماسي في الجمهورية اليمنية على المجهودات الجيدة في ربط وتفعيل الجاليات في الجمهورية اليمنية واعتصامهم. ونحن اليوم في حلقة نقاش حول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهذا دليل من الله سبحانه وتعالى على أن نحن أناس لا بد أن نكون مجتمعين في توحيد أنفسنا ومتوحدين في أوطاننا ومتوحدين في أفكارنا، ونشكر الله عز وجل أن أنعم علينا بنعمة الإسلام. ولقد نعلم أن المركز اليمني للجاليات يقوم مشكورا بالتفعيل ولم شمل الجاليات في الجمهورية اليمنية وتذليل معظم الصعاب التي تمسهم، وتكون دائما منبر لهم يتوجهون إليه في أي مشاكل أو أي صعوبات. ولا أختم في كلمتي هذه أن نحن نعيش في دول الجوار في دول الخليج العربي، ونشكرهم على حسن استيعابهم لنا وحسن تفضلهم علينا، وتعلمنا منهم الأشياء الكثيرة، وسنقوم إن شاء الله بوضع خبراتنا المتواضعة في وطننا الحبيب، ونكون معتصمين في بلدنا دوما وأبدا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا للاستاذ عبد الكريم من جاليتنا اليمنيه المقيمه في دول الخليج. وحقيقه نحن امه واحده، نسال الله عز وجل ان يجمعنا دائما ابدا. كلمه للشيخ عبد السلام الدماري حول هذا الموضوع ان شاء الله تكون مختصره. تفضل الشيخ عبد السلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول الحاضرين جميعا أهلا بنا وصلنا على الرؤوس والمقال، قلوبنا هي المحل وهي فسيح المقعدية. وأشكر كل من تكلم. والله سبحانه وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والوحدة اليمنية محمية من عند الله سبحانه وتعالى، وهي راسخة رسوخ جبال تهامة. ونسعى جاهدين بإذن الله للوحدة العربية، أن يكون جيش عربي واحد، النفط العربي للعرب، شعب واحد. سواء وكما قال تفضل الشيخ الدكتور وجدي إبراهيم الله يفتح عليه، أن هناك في دول أوروبا توحدوا، وكان من باب الأولى أن نتوحد نحن. 27 دولة يمرون بفيزا واحدة، ونحن في دول الجوار وأخوة وقلب في جسد واحد. وفيزا سواء كانت إلى المملكة العربية السعودية أو إلى الكويت أو إلى الإمارات فمن باب أولى أن نكون نحن بدل هؤلاء دول أوروبا.
فإن شاء الله ساعي جاهدين. ونشكر الأخوة في المركز اليمني للجاليات، ونشكر كل من حضر، وبارك الله فيكم وأخواتكم مباركة. شكرا جزيلا للشيخ عبد السلام الدماري. وإن شاء الله سبحانه وتعالى نحن الآن قد أزف الوقت على الحضور والصلاة، وحقيقة لا يسعنا التفكير إلا أن نقول بيض الله هذه الوجوه وشكر لكم سعيكم. كما يعني نشكر الإخوة جميعا اللي حضروا، بالذات الأستاذ سعود الحبيب الإسرائيلي الكويتية، والإخوة جميعا حفظكم الله ورعاكم. وكذلك السيد الأحمد الدمري لا ننسى أن نشكرهم على مجهودهم الطيبة تكرارا مرارا. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم. الآن سيكون إن شاء الله تعالى الفطور ثم الصلاة إلى المسجد، ومن ذلك العشاء. تبارك الله فيكم وشكرا جزيلا ووفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. يتكلم تكلم ايش يتكلم؟ الكاميرا بطلت تصور. تكلم تكلم ايش كيف؟ ما اعرف ما ادري. بس نخليها بعدين. بس اللي بالمايك ايوه معك باقي شوي عادي. لا انا بالنسبه لي عشان الميكروفون يعني. كيف؟ غير المخرج، نقل المخرج الى مكان ثاني. خلاص انا حطلع. اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. بهذه المناسبة الطيبة التي جمعتنا من خلال مركز اليمني للجاليات، نبعث من أبناء الجالية السورية في اليمن حر التهاني والتبريكات للشعب اليمني الشقيق في هذا الشهر المبارك. وكما عودتنا المركز اليمني للجاليات بهذه اللقاءات التي تجمع الجاليات، وما هي إلا بادرة طيبة، وهي جزء من الوحدة التي ننشدها جميعا. فكان الحديث، وهذا من الجدير الذكر، في الوحدة اليمنية، حيث لا نعرف اليمن إلا تاريخا يمنا واحد، إن كان التاريخ القديم أو التاريخ الحديث. وما هي الفترة التي مرت فيها اليمنين إلا فترة عابرة، الحمد لله بشجاعة قوات قائد هذا البلد، وقد تمت الوحدة. ولذلك يجب علينا أن نعود كما كنا تاريخا وكما كنا في القديم، يمن واحد وشعب واحد. وكما قال الدكتور وجدي، أوروبا تتوحد، ونحن هل من المعقول لا نثبت هذه الوحدة في يمن واحد؟ فنتمنى أن يكون يمنا واحدا دائما، وهذا ليس فقط كيمن واحد بل كأمة عربية واحدة، وهي بداية إلى الوحدة العربية إن شاء الله. ونشكر المركز اليمني على هذا اللقاء الذي جمعنا مع الجاليات العربية الأخرى، وهذا ما تعودناه دائما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.